هل يا ترى ممكن يكون موجود معانا على الكوكب طالب مش تايه؟ يكون مركز وعارف أهدافه وحاسب خطواته؟ طب هل ممكن تكون انت الشخص ده في يوم من الأيام؟ لو انت طالب في كلية علمية أكيد مريت بفترة التوهان دي. ساعات بتحس انك مش قادر تفكر، عندك معلومات بس مش عارف تستفيد بيها أو تستخدمها حتى في المستقبل. في الفيديو ده هنتكلم عن أسباب التوهان وهنقدم لك 5 حلول مثبتة علميا علشان تقدر تكون طالب مش تايه. ليه الطلاب بيحسوا بالتوهان؟ خلينا نتفق إن التوهان مش بس بسبب صعوبة المواد، لكن أحيانا بيكون بسبب الضغط النفسي. ولكن برضو ليه بنحس إننا مضغوطين قوي طول الوقت؟ خلينا نتفق إن الوعي بأسباب المشكلة هو أول خطوات الحل. فتعالوا نعرف الأسباب سوا. 1. إن نظام التعليم في بعض الكليات بيشجع على الحفظ من غير ما بيتم ربط المعلومات بالواقع، وده بيخلي الطالب مش قادر يطبق اللي اتعلمه. وكمان الامتحانات في الكليات العلمية مكثفة، وده بيخليها تحتاج لفهم كبير، وده طبعا بيزود علينا القلق والتوتر. إضافة كمان لغياب التوجيه المهني وقلة المهارات العملية، بيكون سبب إن الطلاب مش دايما عارفين الفرص المتاحة ليهم بعد التخرج، وده بيزود التوهان أكتر وممكن يوصل لإحباط واكتئاب. وأنا خلاص زهقت من الكلية دي وعايز أحول. طب إيه الحل؟ أولا التعليم النشط أو الأكتيف ليرنينج. التعليم النشط هو أفضل طريقة لتثبيت المعلومات، وهو باختصار إنك تطبق المعلومات اللي عندك، مش بس تحفظها علشان تدخل تكتبها في الامتحان. يعني تتدرب عليها أكتر، وده هيحتاج إنك تركز في معامل كليتك وتبطل تفبرك النتائج علشان تروح بدري. وممكن كمان تحضر تدريبات إضافية بره الكلية أو تشارك في مشروع وبحث يساعدك تطبق اللي بتتعلمه. تاني حاجة وهي المراجعة المستمرة، وتحديدا بطريقة السبيس ريبيتيشن. طريقة المراجعة دي بتعتمد على التكرار المتباعد للمعلومات، لأن ده بيساعد جدا على تثبيتها في الذاكرة. خلي عندك نص ساعة في اليوم بتراجع فيها بشكل سريع على اللي ذاكرته، وكرر الموضوع وهتلاحظ الفرق بنفسك. تالت حاجة وهو التوجيه المهني المبكر. من بداية دراستك حاول تتعرف على مجالات التخصصات المتاحة ليك بعد التخرج، وده هيزود وعيك وثقتك وهيقلل إحساس التوهان بشكل كبير جدا. رابع حاجة وهو السوفت سكيلز. طور من نفسك في مهارات التواصل وحل المشكلات، انضم لأنشطة طلابية أو شارك في المسابقات العلمية لتطوير مهاراتك. خامس حاجة وهو التخطيط والإدارة. اتعود تخطط ليومك وتنظم وقتك علشان تعيش حياة مستقرة، بدل ما انت على طول وراك حاجة متأخرة فحاسس بضغط وتوهان زيادة. ولكن علشان الحلول دي تكون فعالة أكتر، حافظ على توازنك النفسي وخليك دايما وسط بيئة إيجابية تدعمك. طبعا دلوقتي عمال تسأل نفسك بس الحلول دي محتاجة وقت ومجهود، وانت أصلا تايه ومش عارف تبدأ منين ولا تلاقي البيئة الإيجابية الداعمة دي فين. وعلشان كده أحب أفكرك إن البداية من هنا. إحنا موجودين في خريج واعي علشان نقدر نوفر لك كل الحلول العملية دي وأكتر وفي مكان واحد، وده علشان نسهل عليك. بس برضو هتحتاج تبذل مجهود، لأن مفيش نجاح في الحياة ببلاش. وكمان تقدر تنضم لجروب الواتساب بتاعنا وهتلاقي ناس كتير شبهك تايهين ومحتاجين حد يطمنهم. هتلاقي ناس تساعدك مش تحبطك وتقولك إن التوهان ده جزء طبيعي من رحلتك الأكاديمية، بس مع تطبيق الحلول دي هتقدر تتغلب عليه وتحقق النجاح. رحلة الخريج الواعي بتبدأ إن يكون طالب واعي. إحنا معاك في كل خطوة، وهدفنا إنك تكون دايما سابق بخطوة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، وعرفنا إيه المشكلة التانية اللي بتواجهها علشان نقدر نساعدك.